دكتور، يعني في برضو سؤال كده يمكن عماله افكر فيه. هو احنا عارفين ان 22 اكتوبر ده اليومين اللي بتعامد فيهم الشمس على وجه رمسيس الثاني. يوم 22 اكتوبر اللي هو يوم ميلاده، ويوم 22 فبراير يوم تتويجه ملكا. برضو بيقال ان يوم 22 اكتوبر ده هو يوم الزراعه، ويوم 22 فبراير يوم الحصاد. يعني انا عايزه اعرف ليه اللينك او ايه الرابطه بين الاثنين دول؟ هو لمده سنين اعتاد العالم ان هو يتكلم كده، يقول ان اليومين دول هو يوم التتويج ويوم عيد ميلاده. والحقيقه ان انت لو سالتي السؤال دوت لمؤتمر فيه علماء اثار او مؤرخين، هتلاقي نص المؤتمر هتلاقي نص المؤتمر بيقول كده، والنص لسه القصه دي لم تحسم بعد. ولكن هقول لحضرتك هي جت ازاي. في الستينيات الجمعيه الجغرافيه الوطنيه العالميه الناشونال جيوغرافيك طلعت دراسه كويسه جدا في وقت نقل المعبد، وقالوا ان يوم 20 اكتوبر او حوله 20 اكتوبر او حوله هو يوم الكورونيشن او يوم التتويج بتاع رمسيس. ولكن لم يذكروا في قراءتي انا لهذه المجله، لان انا عندي المجله من الستينيات، لهذه المجله بعثت ليك هديه يعني، ما قالوش النص فين في المعبد اللي بيقول كده. وبالتالي ممكن انا اقول لحضرتك وانا مرتاح البال كده والسريره ان في خلال ال 29 ساعه بتوعي المتواضعين دول في قراءه التاريخ انا لم اقرا اي نص مترجم في اي حته فيك يا مصر متضمنا معبدي ابو سمبل بتقول لنا الراجل دوت كان قد اخذ الحكم في هذا اليوم او ولد في هذا اليوم. يعني نحن نعلم بالعكس، انت عندك كيتشن، كينيث كيتشن ده اقوى واحد كتب في رمسيس الثاني من وجهه نظري بعد سليم حسن. فالراجل طبعا مصري العبقري الجاهز يعني. فكانت قال لا، قال دجون، يعني كمان قال ان فكره الولاده وفكره الاكسشن للثرون او ان هو يتبوأ العرش او كذا دي انت دخلتي على يونيون، فهو هنا بيغلط خالص فكره اليومين دول. فاذا انا شخصيا بتساليني انا بسام هقول لك لا، هقول لك ما لهوش دعوه خالص بتبوء العرش وبيوم عيد ميلاده، لان دي لسه مش معروفه ولسه فيها جدليه. طب ازاي بقى يعني احنا قررنا ازاي؟ فقرار جه زي ما قلت لك في الستينيات من دراسه حصلت في مجله، وهي مجله محترمه. هم حسوا ان اليومين مهمين فقالوا يبقى دول اهم حاجه ممكن لغايه بقى في الفتره اللي فاتت دي بقى، وبالذات علمائنا المصريين العظام وبالذات علماء النوبه علماء معبدي ابو سمبل بداوا يدرسوا فكره الله، طب ما هو ده ليها علاقه بالاشارات المعبديه. في حاجه اسمها المعبد بيبعت اشارات، الاشارات ديت لايه؟ لبدايه زي ما حضرتك بتقولي كده هو فصل. انت عندك 3 فصول في مصر القديمه. المصري القديم عشان كان فلكي عظيم عمل اول تقويم في الدنيا. التقويم قسم فيه السنه الى 360 يوم، ولما لقى القصه فيها 5 ايام بتبوظ منه فراح مزود 5 ايام وسماهم 5 ايام احنا بنسميها من النسيء، وراح عمل لهم اسطوره لوحديهم في ال5 ارباب الاسطوريين، يعني اتصرف بمعنى اصح، وراح حاطط 365 يوم. الربع ده عمل له مشكله، لان انت عندك 365 يوم وربع في السنه العاديه. أيوه. فعمل ايه في الربع ده؟ بص برضه العبقريه بعد كده بقى بمدد ترايل اند ايرور، التجربه والخطا، التجربه والخطا لما بتوصلي. راح عامل ايه؟ كل 4 سنين راح مزود يوم. يعني كل 4 سنين العام المصري يصبح 366 يوم مش 365 يوم. بيعمل ايه هو باليوم ده؟ الاربع ارباع اهو كده، الاربع ارباع اللي باظوا منه في ال4 سنين اللي فاتوا يعملهم يوم. فراح عاملها فبعبقريه كبيره جدا قدر يحلها بشكل صحي وحسابي. السنه الكبيسه بالظبط كده، انت جيت بعد كده سميتها كده. وهو على فكره كان يطلق عليها في بعض الاحيان السنه العرجاء، يعني هو كان يقول عليها انها سنه مش ماشيه كويس يعني. فترجع بقى اقول لك ان ال3 مواسم دول هو قسمها 4 مواسم، احنا عندنا 4 مواسم، هو قسمها 3 مواسم. عمل ال3 مواسم. الاخت بكلم هيروغليفي دلوقتي، الموسم بتاع الاخت عندك الموسم بتاع الشمو اللي هو ده بقى اللي هو الصيف والربيع بقى والحد ده اسمه الشمو. عشان كده في ناس بتحاول تقول لك ايه شمو النسيم على اساس الصيف والربيع يبقى كلمه شم. النسيم جت من شمو اللي هو التسميه المصريه القديمه لده. وبعدين عندك بقى الموسم المهم جدا، كل موسم طبعا 4 اشهر، 4 في 3 ب 12 يبقى 12 شهر في السنه، يبقى هو اول واحد عمل السنه 12 شهر. الشهر المهم اللي انا بعتبره اهم شهر ده اللي هو موسم بيرت. بيرت ده بتاع الشتاء. ربما يكون لهذا السبب الدنيا بيرت برد في الشتاء. ربما يكون الصله ما بين، بما ان حضرتك بتحب تعملي الرابط ما بين اللغات والحضارات. طيب يبقى انا عندي زراعه وعندي حصاد، يلا يا فلاحين ابتدوا، يلا يا فلاحين ابذروا، يلا يبقى اذا الاوامر المعبديه هي اللي بتوجه. ليه؟ لان ايمن رع هو البيج بوس بتاع القصه. فاذا ايمن رع او امون رع هذا الرب الشمسي هو اللي هيبدا. ولذلك كان لزاما على الملك ان هو، انت عارف فكره التعميد، فكره البابتايزنج دي، ان الشمس تيجي وتروح منوره
الملك. يعني فكره حتى انت عايش في موروثك كلمه منور دي، انت ممكن تقولي منور بالليل وده شيء يعني مش منطقي صح؟ ان انت تعدي على اصحابك تقول منور. طب منور ازاي بالليل؟ ففكره النور انت عندك دي حضاره ليها دعوه بثقافه عظيمه جدا في مصر القديمه. فكره انت ماشي امتى في النور وامشي، ولذلك هو قسم اليوم ل 12 ساعه نور في الرحله الابديه و12 ساعه ضلمه، وادى للمتوفى في الاسطوره مركب يمشي فيها في النور ومركب ثانيه يمشي فيها يغيرها يمشي فيها في الضلمه، وكأن المراكب دي مستحضره انها تمشي في النور والمركب دي اكويبت بالاجهزه انها تمشي مساء. ساعات المحافظ كان بيتكلم على السياحه النيليه، ده انا بقول لك حاجه بقى تحفه ثانيه وبدعو كل المصريين يطلعوها. في يا جماعه سياحه بقى لها كذا سنه شغاله في مصر، لازم بجد ان شاء الله كلكم تروحوها بعد ما تخلصوا السياحه. يعني زور الاول الاقصر واسوان بالسياحه النيليه، وانزل بقى على سياحه التاريخ والاثار والطبيعه بحيره ناصر. لانه هناك مراكب سياحيه في بحيره ناصر وفنادق عائمه على اعلى مستوى بتاخدك على المعابد زي وادي السبوع. ما المعابد دي انقذ، انت عارف في كام معبد انقذ؟ احنا هنكمل بالتفصيل يا دكتور، بس معانا اتصال، معانا الفنان سامح السريتي. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا بحضرتك، صباح الخير. حضرتك هناك دلوقتي في اسوان قدام ابو سمبل، حضرتك بتشهد الظاهره دلوقتي؟ تمام، لسه حاضر الظاهره، لسه خارج حالا دلوقتي من جوه المعبد. طيب حضرتك احكي لنا بقى عن احساسك ايه، وعايزين دعوه برضو للمصريين هنا عشان نشجعهم ان هم يروحوا برضو يزوروا هذه الظاهره. حضرتك احكي لنا كده. احاسيس يعني ممتزجه مع بعضها، والواحد حاسس وهو لحظه جوه وقاعد بيشوف الشمس هي بتطلع جزء وبتسقط شعاعها على وجه تمثال رمسيس. الواحد حس بفخر، حس بعظمه قدماء المصريين. ايه يعني في الماضي وفي الحاضر. طب ازاي هذا المعبد الضخم اتنقل عشان ينقذ ويطلع ونفضل محافظين على نفس سقوط الشعاع على وجه رمسيس مع فرق يوم بس. في نفس الوقت طلعت جوايا معاني كتير جدا. يعني ازاي شعاع يصل عشان يعلن عن بدايه موسم الزراعه عشان تبتدي الناس تعمل وتشتغل. يعني هذا التخطيط